زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة ان احنا هنتكلم النهاردة عن طريقة تفعيل البصمة في برنامج بنك مصر، عشان خاطر يبقى فيه سهولة في الدخول. مش كل مرة هنكتب الباسورد او اليوزر نيم اللي هو كود المستخدم او اسم المستخدم والباسورد اللي احنا شايفينه، لا احنا على طول بنضغط على البصمة بتقوم مدخلنا على التطبيق على طول. اول حاجة هنعملها ان هنفتح التطبيق. هيظهر قدامنا شاشة التطبيق زي ما احنا شايفينها قدامنا كده. شايفين اللي هو الايقونة ديت اللي هي العلامة اللي هي شبه البصمة، هنضغط عليها. بعد كده بتظهر الرساله اللي احنا شايفينها قدامنا دي دلوقتي. كل اللي احنا هنعمله هنضغط على كلمه حسنا، وبعدين هينقلنا على الشاشه اللي احنا شايفينها قدامنا. هنعمل حاجه اسمها تفعيل الان. تظهر الرساله دي قدامنا او الشاشه دي قدامنا برجاء اللي هو الايه المصادقه او استخدام المصادقه الايه بالبصمه. هنحط يعني الصابع اللي احنا هندخل بيه بالبصمه دايما هنحطه على العلامه دي كده. اول ما بتحط علامه هو بياخد زي يعني نسخه كده من البصمه بتاعت حضرتك على الموبايل.